والحب جاني خدني وغداني من كباب حبيبي باللحمة ضاني. ايه اللي بقوله ده؟ يلا هو الواحد هيفضل يبوظ في حاجه كده لغايه ما حاجه لها ولا ايه يا سمير؟ سمير انا عاوز اعتزل، وانا في مجدي. 15 لايك اللي بجيبهم دول يعني اعتذر وانهي الموضوع على كده، صح ولا ايه؟ صح؟ يعني والله العظيم ما بنجيبش حاجه، يعني ما بنجيبش لايكات، ما بناخدش من ورا فلوس، فيعني اعمل لايك كده وشجعنا. بلعب في نادي الاتحاد، شجعني. لايك شير سبسكرايب، روق الدنيا كده عشان ايه الدنيا تحلى شويه، عشان مش نافع خالص. دلوقتي يعني واحد خمسيني جات بيدور على مطلقة في سن ال 40 عشان ايه؟ يكون أسرة والكلام الفاضي ده. ايه اللي بقوله ده؟ فيعني احنا بندور على أي حاجة يعني. فسمير قال لي ايه؟ متقلقش الموضوع ده في جيبي. فنخش نشوف سمير جايب ايه ونقول الو. هي بتجيله الرسالة بتاعته هوي؟ هوي هاجر. طب ماشي، شوف نقول الو. ماشي سمير. يلا خليني اشوف صحابي بيشوفوني ازاي. صحابي غريبة اتفضل. لذيذ. لا هي غثيث، هي غسيس مش لذيذ. هي برضه الناس مش تسمعها في المكان عارف، بس هي غسيس مش لذيذ. يعني ايه غسيسة؟ بس عشان يعني انا خبيثة. على فكرة انا مش خبيثة خالص. ماشي نديها نقطة على انها مش خبيثة. خلينا نشوف. اختار لي حاجة تكون موجودة فيا. فيا انت لو واجهتك حاجة يعني فيا ده ايه؟ يا ده بعد اذنك. هو في حاجة يعني ممكن ينسون في خلطة كده بتتعمل بتجيبها لك. بس انا ما بعيطش بسهولة. اختار حاجة موجودة فيا صح. يا عم تختار حاجة موجودة فيها بقى في ايه؟ هديلك كذا فرصة عشان كتر ما بديك اوبشن كتير انت بتطلع حاجات كويسة. بقولك ما بعيطش. تعالي. هو مصر ان انت بتعرفي تتعرف اكتر منه. عايزني اوصل ان انا اعيط بسرعة بقى؟ هو عشان الفلاش ضرب في عيوني فمبين ان انا بدمع. عبيط انت. الخلوق يعني كويسة بس انا مش كويسة. ياه مش جايزة خاينة. التالي هوي ما لازم نعرف ان الاذواق بقى في البيرسينج، ما احنا بنخش اتفضل يا استاذ. ان انا من محبين البيرسينج في لساني. لا في وداني تحفة. بس انه اصلا مش في الودان يعني، ما هو اصلا المكان الاساسي للودان. شفت تخاطر الاوراد عمل يعني مناخير. يعني انا عشان اخلي مناخيري اوجي ابوظ عيوني ليه؟ اوجي ايه الاوجي دي؟ ايه الاوجي دي؟ انا من كفر المطايز بيت ابو البزابيز. ايه اوجي دي؟ سمعت عامله في مناخيرك اصلا. جايز دي حاجه ودي حاجه. دي فترة هو على العموم الحاجات دي بتعمل يعني في حاجات تسبب بكتيريا وعفن بتاع بيبوظ الدنيا يعني يا ريت لو بلاش. الضغطة دي بتتعب عصب العين. فنوي 10 دي تحفة الصراحة. هو ايه التحفة في الموضوع؟ انتوا عارفين اصلا ان انا كنت بدل بروح اعمل البريسس في سنيني كنت رايحة اعمل ده، بس هو الدكتور عشان يدفعني خلاني ان انا جاي دي حلوة. دخلنا في موضوع كبير مع الدكتور يعني. لا مش حلوة. 2 عارف الطور في تيران كده كانوا بيحطوا لها حلقات في مناخيرهم في حاجات كده. الحاجات دي كلها بتفكرني بالموضوع ده. احنا لو هنكمل يا هاجر مفيش الكلام ده. ماشي اللي بعد. خلينا نقيم. لازم برضه نعرف الالوان يعني ما اكيد يعني انت لونك المفضل ايه؟ اسود على دماغ ميتين ابوك ان شاء الله. اتفضل يا استاذ. يلا يا يلا ده 10. ده عامل زي زكريا سكايا. I'm from there but
Sometimes no. ده عامل زي الوان اللي انتي عندك فقر دم. فقر دم. ده عامل كأن عندك نقص حديد. هو عندك اي حاجه يا ابني العلوم بتجيب لها ابرار منها. ده تحس ان انتي مصاص دماء. ايه بجد. ده تحس ان انتي رقاصة. هنوصل للون المفضل امتى؟ ايه القرف ده بجد، ايه القرف ده؟ هو ليه مش عايز يتعمل الحيوان ده؟ حيوان. انا كنت عايزاه ده رقم. هما كلهم حاجات زبالة اوي الصراحة. هو ليه مش عايزين رقم 7؟ ليه مش عايز يتحط؟ انتي حطاه هو شفاف. ده رقم. ايه الالوان دي بجد؟ والله بجد ايه القرف ده؟ طب ما ليه ده مش كان حاطين نود؟ نود. هو انتوا مغيروا الكلام ولا ايه؟ مش نود دي حاجه التاني. انا ما بقتش، انا كبرت في السن مع الكلام ده. بقول لك راجل 50 مطلق عاوز تاني. بصوا الفلتر ده بيحدد انا هكون فرحي شبه مين من خلاص بقى وصلنا لمرحله الفرح، يعني نشوف الفرح بقى عامل ازاي. مجاهير هوجي. طبعا هوجي، بحب هوجي. اللي هو يكون نهار كده وبنير، او بحب جدا الجافت. ده الكلام ماشي. لذيذ تحفة. رقبتي وجعتني. عشان بتقولي تحفه فالناس رقبتك توجعك. انا لو قلت تحفه عادي مش توجعك. عشان انا أنا في مود جسمي تحفة. كده فهيليق عليه ده اكتر. فيرزاتشي. لا بحب ده اكتر. دكتور انا في واحده كانت بتطلع زمان ممرضه كده يعني سمير بحطها. هي نفس الفكره اللي هي مش عارف نشدس القوال مفتريه عصبيه. كان كده برضه كنت بتقول كلام غريب كده بس طبعا بحب جدا موفي ونتفليكس كده وبوب كورن. موفي. العز ده محتاجه دكتور هطل يعالجني بعد الفيديوهات دي. لاف. يلا ده مش بحب لا ده ولا ده، بحب اكتر فيس تو فيس. بس لو فيس تو فيس انت شي جولك تنزلي ديت فانتزي فيس تو فيس. انا مش خاينه. مش الموجود غير الكل فغول. رقبتي وجعتني. يا عم غول بقى ب 60 داهيه. التاني هاي. بصراحة كده بفكر ان انا اغير رقمي. ليه ما صدقنا احنا وصلنا لمرحله الفرح. احنا دلوقتي هتغير رقمك. هي دي العلاقه التوكسيك. تكمل وتغير في الالوان وتغير في كل حاجه بعد كده هتمسح رقمها. ليه يا استاذ؟ واحذف اكونت ديتي. الجوينديدا هتمسح الجوينديدا. يا نهار ازرق. الرجاله مش عارف اوصل لها عندي في فترة وابدا من اول وجديد. بس وانا راجعة اكون راجعة راحت منا تيجي ورده. يلا يا ورده. يا سمير ده يا سمير. انا ما الكلام ده ما ينفعنيش يا سمير والله. يا انا جائع وليك طاقة. هو ده الفانتازي اللي كنت بقول لك عليه. عايز ايه يالا؟ ما هي النسيبه السودا دي. امال لو كنت هو الورد والصح. بقول لك يا حاجه والنبي جعان. طب لا في صباع محشي والنبي. عشان تروح تدفع في البيتزا دي حوالي، يعني تدفع مرتبك تقريبا عشان تعزمها عشان يجي الطاووس يشخ لك فيه. الله لا تعالى. لا 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 الله يا وليه بقول شوف هي اهم حاجه الفايبس بس ان يبقى في طاووس بتاع. فانا مش دافع حاجه زي كده الصراحه. انا هضرب 10. استنى يا حاج انت داخلها في وداني على طول كده. استنى يعني افهم بس بيقولوا ايه. في لتر بنزين ب 20 جنيه والجرام ده بقى 5800 اذا ما كانش وصل للستة اثناء يعني نزول الحلقه دي لانها بتتمنتج في استوديوهات ام بي سي. يلا انا هضرب 10. والله اريح واوفر يعني. بس يلا ربنا يرزق الجميع. ويعني ايه ربنا يرزق الجميع. انا بقى بديها لكم في لا صوم يا صاحبي صوم. تتفتح المرأة مثل ايوه انا كنت ده اللي كنت مفتقده في الايه في العلاقه انا عايز حاجه ايه حكيمه يعني بتشر حكمه. فسمير جايب لنا الحكمه كلها دلوقتي. فانا محتاج ايه نسمع تاني. تعالوا اسمعوا معايا الحكم والمواعظ اللي بتقدمها. اتفضل يا صفا. تتفتح المرأة مثل الوردة عندما تكون مع رجل
يعطيها الحب والحنان والأمان. دمتم سالمين. انا بعطي الحب والامان والحاجة. اللي بعده. لو ما عندكش حد حلو في حياتك، اعرف ان انت الحلو اللي في حياة ناس كتير. فاطمه انا حلو في ناس كتير ماشي وكل حاجه، انا عاوز احلي. يعني ليه انا افضل طول عمري اكل مخلل وهم يحلوا بيا؟ وان مفيش احلى منك علشان يدخل حياتك. كده مفيش احلى مني. من تهزري يا فاطمه؟ يحليها، لان انت الحلو اللي محلي حياة ناس كتير. وفي حلو معدي ورا صح؟ دمتم سالمين. العفو يا اختي. اكبر خسارة ممكن يتعرض لها الراجل انه يخسر الست اللي معاه. والله ماشي. لا ويخسر فلوسه برضه، دي خساره كبيره يعني، عشان نبقى خلينا واقعيين يعني. هو يخسر فلوسه كلها ويتجنن في الشارع، يمشي بجلابيه بيضاء عليها، جلابيه بيجي عليها بقع زيت كده في الشارع وشعره وينزل يلم الناس صوته. ده تقريبا انا بس كمان كام سنه. وللأسف الراجل لما بيفوق بيكون خلاص فات الأوان، ومهما حاول ان هو يصلح غلطته ما بيعرفش، لان وقتها الطرف التاني ما بيبقاش يسمح بأي فرصة. الفيديو شائع. لا كله الا كنت. اللي بعد. عندما تصعب عليك الأمور اصنع لنفسك جوا ممتعا. اياك تصعب عليك الامور، ما تصعبش عليه غالي. اصنع السعادة بيدك ولا تستسلم للأحزان. طب يعني ايه برضه؟ يعني انا دلوقتي مثلا مش لاقي شغل فصعبت عليا الامور، اصنع جو ممتع يعني ايه؟ اروح العب بلياردو؟ وصفاتنا مش كده، صفاتنا يعني ركز في الحكم برضه يعني. لا للصعاب. دمتم سالمين. العفو. قاعدين بيبصوا لي قوي، مش اعجاب، ده استغراب. حقيقي والله وانا مستغرب والله. جبت الحكمه دي كلها منين؟ يعني ممكن نعرف؟ هو ازاي انا طلعت من المكايد اللي هم عملوها لي؟ دمتم سالمين. مفيش مكيده جت على مقاسك اكيد يعني. بص لمستقبلك وحط هدفك واحلامك قدامك. امشي لهدفك بخطوات ثابته حتى لو هتمشي حافي. انا نفسي نبطل نقرا المعلومات اللي في ظهر الكتاب دي. اشرب الحليب الصبح قبل ما تنام عشان بيقوي النظر. خليك قوي والكل يكرهك احسن ما تبقى رخيص والكل يحبك. بقى معلش، هي القوي مش عكسها رخيص، هي القوي عكسها ضعيف والرخيص عكسه غالي. احنا محتاجين مدرس لغه عربيه دلوقتي يحضرنا يا ناس يفهم الموضوع ده. دمتم سالمين. اللي بعده. ما تحكيش لحد على نقطة ضعفك ولا نقطة قوتك، لأنه أكيد هيستغلها. طب يستغل ضعفي، يستغل نقطه قوتي في ايه؟ ماشي انا معاكي والله، وانا بحلل والله معاك. ما تبصليش كده انا يا وليه ما تبصليش؟ بقول لك امشي. رحت له ورماني. ده التقليد بقى يعني، ده الضرب منه. قال لي ما انت كل الجراح يا اماني وواخداه من الاولاني. ايه يا اماني؟ ده كده ما بقتش اماني خالص يا اماني. ايه يا اماني؟ وايه اللي تحت في مناخيرك ده يا اماني؟ دمتم في فوق كاتب العين، في بقك كاتب العين سالمين. يعني مع اختك يا اماني بقى يا اماني. لا يا اماني، لا ما تبصيش كده بقرف. ما تديش قوي عشان هتاخد قوي. دمتم سالمين. لا يا اماني، لا يا اماني، انا اشعر بمزيد من الريبه يا اماني يعني. خير مالك نافش ريشك ليه؟ هو مفيش نفشه اكتر من كده، مفيش نفشه اكتر من هو. انا عاوز اعرف بس مين من اول المازوت والاسمنت اللي عمل دول يعني. لو انا الشارع عندنا بايظ. خليك تنفش لغايه ما في الاخر. انا حاسس الانفجار مش هيجي منه. انا اسف يا اماني. التاني اللي بيحبك كله بقى ايه؟ انا شفت تقريبا المجسر عامله دكتور سلمي يعني. بس هي الناس كلها دخلت في الموضوع دلوقتي. يلا. بيبان، واللي مش بيحبك بيبان، اللي شبه بيتر بان، واللي لابس سونتيان. دمتم سالمين. يعني يا جدعان انتوا بتروحوا بالحتت في حتت داخليه قوي، ما ينفعش. صديقك بيخونك اوعى تديله تليفونك عشان ده غلط. دمتي وسالمين.
طب هيعمل ايه؟ هيتصل بحد يقول له اي حاجه؟ يعني نقول يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني كده اديني ماشي ماشي ماشي. يمين الله يديك القدرة وتاكل من الفول والقدرة وتروح وتشم بودرة. دمتم سالمين. انا هروح اشم بودره دلوقتي. انا رايح اشم بودره. انا زهقت من دمتم سالمين. انا سمير انا عاوز واحده تطبخ يا سمير. يعني لو تشوف لي واحده تطبخ يبقى الدنيا تبقى مظبوطه كده، عشان كده مش نافع ولا حكم ولا توفى. وعملنا الفتناكة، ايه رأيكم؟ يا سمير مش للدرجات دي يا سمير. جايب لي حاجه بتعملي ايه؟ الشيف الشرنوبي، الشيف تكاتك يا حركات. ايه رأيكم؟ بصوا هو ايه بصوا من دي تحت بيتزا عاملة ازاي؟ ولا ايه ده دي مش الفتاكة، دي المهتاكة. بقى انا مش عايز اعرف ونبلغ بلبن. بصوا بقى من دهن التيز هعمل ايه؟ يا ولية يا سمير، ايه اللي انت جايبه ده يا سمير؟ وادي جبت لكم البيتزا محشية بضان. يا ادي كده سمير دي عمال البيتزا تستخدم في محشية اعضاء بضان الناس يا صبيت. اسكتي استنى اوريك. اسكتي. عمال تستخدم في اعضاء الناس يا سمير. يا سمير الخرا ده يا سمير تاني. اربعة ما اوريكم الافتكاسات وانت عمال تبعبص في الطبق. هينزل بالبعبص. سمير انا مش عايز واحده بعيالها. دي ابنها عمال في الطبق. صورت كلمة بعض. ينزل. بصوا بقى هو ده رز ولا ايه اللي على الكيكه ولا تعملي ايه؟ الافتكاسات بتاعت ايه؟ بتاعت اخر الليل. انا ما صورتلكوش اي حاجه، بس لو حد عايز. هي دي اخر الليل، بس دي ما اتعملتش في المطبخ. والله دي ما اتعملتش في المطبخ، ودي حاجات ما اتضمتش. لا سمير احنا محتاجين حاجه احسن من كده شويه. ممكن سمير مش قوي كده يا سمير، مش قوي كده يا سمير. انت ايه اللي دخلك في نص المدعك يا عم بقى؟ يا عم بوظت المنظر. عريس صحيح. ازازة الفيروز دي جاية ليه؟ ايه ده يا سمير؟ ايه ده؟ حماتها؟ ليه يا سمير جايب لي حماتها يا سمير؟ تجيبها ليه؟ بتهدم ايه؟ بتهدم ايه عشان تجيب لي كل ازازة الفيروز ديت من مرتب ابني؟ ليه؟ يا ستي ما قلت لك ما بيقبضش 200 جنيه يعني في ايه؟ ما تجيب زيت فيروز، ايه المشكله؟ ليه؟ انا عايزه اعرف ليه كل دي؟ هي دي بس؟ دي كمان؟ دي جايباها ليه؟ وبصوا البنت صرفت 50 جنيه في اسبوع. خرمها ممصمصاها مش مخليها لحماتها بق تبل ريقها. لا بصوا خرمها عاملاها ازاي؟ هي كانت عاوزه بق، يعني حماتها عاوزه بق. هو انت الحاجات دي منين؟ عشان ما تخليليش حاجه. هو انا فاكراني نايمه على وداني؟ لا انت مش نايمه على ودانك، انت بتفتشي في الزباله صح؟ انا خليتها نزلت وشايله كيس الزباله حطيتهم في قلب الحوش البيت، رحت نازله مفتشه في الزباله. هو ممكن يكون بيحصل كده بجد في الحقيقه، بس يعني في ناس بتعمل كده. هو في ناس بتعمل كده. ايوه انا بوجعك اللي انت ما بتشوفوش. في ناس بتعمل اوسخ واقلع من كده. والله انا ما عارف اقول لك ايه. انت اللي كتب عليك كده من الاول. كلام حماتك كده. التاني سمير ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ لا والله هيطلع في الحكم بالليل وانا راجل كبير وبخاف. عارفين ايه السبب الحقيقي اللي هما مش هيقولولك عليه، اللي بيخلي رجاله كتير جدا في الميدل كلاس وفي كلاس ايه مش بيتجوزوا غير في سن متاخر؟ هي الرجاله بقى لها تصنيف؟ والله طب انا في التصنيف الكام؟ انا ما اعرفش. عشان ما لقاش بنت مناسبه. لا هو لقى بنات كتير جدا مناسبه. بس انا برضه عايز اعرف تصنيفي انا. يعني ما فيش حاجه نقدر نقيم عليها انا ايه؟ هو كده يلا كلاس ايه يعني. بس هو مستني يوصل للبرايم بتاعه علشان ينقي the best option of women he can get. هو احنا بنلعب في البريمير ليج؟ برايم ايه؟ وهو 28 29 سنه، هو معاه فلوس يتجوز، بس هيتجوز مين؟ بنت عاديه. وهو مش عايز بنت عاديه، هو عايز بنت فظيعه، عايز بنت يتفشخ بلاش عايز بنتين قدام صحابه. شوفوا انا متجوز مين. لا هو مش جايب عربيه حضرتك،
لا هو مش جايب عربيه ويقول لك بص فتحه سقف خرمين. لا لا. شوفوا البنت دي جميله قد ايه، شوفوا هي بنت ناس مثقفه ويل اديوكيتد وبستي بزاز. لا لا اكيد مش اكيد لا. اكيد هو مش جاي. لا هو مش جايب حاجه يفرجها للناس اكيد. من جامعه من 3 حروف. هو مش عايز بنت عاديه، مش عايز شريك حياه عادي يشارك معاه احتياجاته وحياته. هو مش عايز دي. ما بيبقوش بيفكروا في الجواز على ان هو شراكه، هو بيفكر في الجواز على ان البنت دي هتكمل الايمج بتاعته. يا ستي هو مش بيشتري ايفون يتمزرب بيه. انت بتسلعي المرأة ليه؟ انا كراجل كلاس ايه فاهم ليه اختراكن تحت بس. حتى ما عاوز صيانه والله، بس انا مش فاضي والله اوديه لان ايه، اصل انا عربيه بوجاتي دلوقتي فمش فاضي للموضوع ده. حتى لو انا كلاس ايه، حتى لو انا يعني شوفوا لك ايه، لو انا ملياردير مثلا مش هتبقى بالطريقه دي. انا مش جايب سلعه، انا مش رايح اجيب ساعه رولكس البسها. انتوا بتبوظوا الدنيا والله العظيم، بتبوظوا الدنيا وبتبثوا في الناس حاجات غلط، والناس بقت فاهمه الدنيا غلط. زي كان في ترند كده برضو من كام يوم، يعني ده ياخدنا اليه الحديث، اللي هو بتاع توليت برضو. سمير كان اسمه ايه؟ سمير توليت، اللي هو العمر ايه ده، العمر ايه، لا لو مش معاك يا حبيبي ولا خير، لا ما ده، ولو مش معاه باللي انت بتعمليه ده هو مش عاوز اصلا. هو ايه ده؟ وانا بشتري يا جدعان قطعه ارض ولا جاموسه؟ حتى الجاموسه هتجيب لي فلوس، انت هتصرف فلوس ملحوظه يعني. جزء من الانجازات بتاعته عايز تروفي وايف. السبب ده عمرهم ما هيقوله لك. عمرك لو سالتي راجل هيقولك انا مأخر جوازي عشان انا مستني اشوف احسن، الاقي احسن اوبشن، احسن بنت تكون ايمج قدام الناس. مش هيقولك كده، هيقولك انا ما لقيت. في حين كتير قوي ممكن يكون مش يعني فاهمه، بس غير كده ان هو يعني هو لو راح يجيب واحده تروفي زي ما انت بتقولي كده فهو لا مؤاخذه ده اوحش اللي مش عايز يتجوز التاني. ومن نهايه الحلقه مليئه بالحكمه، فاحب اقول حكمه واحد صاحبي قالها لي، كان قالها لي بالصيني فانا مش فاكرها دلوقتي، ولان انا ما بعرفش صيني فمش هعرف اكتبها عشان اجيبها لك تاني. سلام.